اللهم هيئ لنا ربنا من امرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، ولا تكلنا اللهم الى انفسنا فالعبد يعجز عن اصلاح ما فسدا. كن قابل العذر واحذر زلة الناس، ولا قطع يا لبيب يوما امر وسواس. فالله يكره جبارا يشاركه، ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما انت مدركه؟ يوم الوداع شديد البطش والماس، يوم وضعك في القبر المخير، وقد ردوا عليك التراب بأيديهم وبالفاس. ويوم يبعثنا والأرض غائجة، والشمس محرقة تدنو إلى الراس. يفر كل امرئ منا فرقا، هل أنت ذاكر لهذا اليوم أم ناسي؟ يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. لنا في كل يوم ميت نشيعه، نحيي به آثار موتانا. يا نفس توبي ولا تتكبري، سيأتي يوما وسترحلي، وعلى الأكتاف ستحملي، وفي التراب ستوضعي. من أراد مؤنسا فالله يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن أراد دارا فالجنة تكفيه، ومن لم يكفيه شيء من هذا فالنار تكفيه. نعيش مع آيات مثل الختام، وذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور أحمد محمود أبو الوفا الصعيدي. ندعو الله له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. فمع آيات مثل الختام.